عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذه السلسلة. وكيف العادة قبل ما نبداو ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم الفيديوهات جديدة. شخصية اليوم هي من أصول فرعونية، هو ممثل مصري شهير من الزمن الجميل، تعرف بالأدوار الكوميدية اللي أدى، واستمر المشوار ديالو الفني تقريبا على مدى 3 ديال العقود اللي قدم فيها أجمل وأروع الأفلام والمسرحيات. أبو ضحكة كنان. الكوميدي الحزين هو إسماعيل ياسين. الاسم الكامل إسماعيل ياسين علي نخلة. تزاد نهار 15 سبتمبر 1912 في ميدان الكسارة منطقة الغريب في السويس مصر. كان الابن الوحيد المدلل لأسرة غنية. الأب ديالو كان كيتاجر في الذهب، والأم ديالو كانت ربة بيت. أمه ماتت وهي صغيرة، وباه تزوج بمرأة أخرى اللي غادي ترول ليه حياته وغتقلبها ليه رأسا على عقب، وغادي تكون السبب الرئيسي والأول في أن باه غادي تراكموا عليه الديون وغادي يدخل باش يدوز الحبس. واسماعيل ياسين ما غاديش يكمل قرايته وغادي يضطر يخرج يقلب على خدمة، واول خدمه خدمها هي منادي هو هذاك اللي كيغوت بالاثمنه، يقول مثلا كيخدم في شي بلاصه في شي سوق ولا شي حاجه وكيبقى يغوت. ومن بعد بدا كيغني في القهاوي وكيغني في العراسات، وبقى على هذا الحال حتى غادي يكتشفوا المؤلف الكوميدي الكبير ابو السعود الابياري، وغادي يكون معاه ثنائي فني وغادي تشهروا بزاف. ابو السعود الابياري غادي توسط لاسماعيل ياسين عند بديعه نصباني في الملهى ديالها، وغادي يبدا يخدم مونولوجيست. بقى خدام في الملهى ديال بديعه مده ديال 10 سنين، وفي الخلال ديال هاد الفتره هادي غادي تبدا تبرز الموهبه ديالو، لانه كانت عنده واحد خفه الظل وكان كيضحك الناس اللي معاه. وبعد ما كان كيقدم مونولوج في الملهى ديال بديعه، جاتو الفرصه باش يبدا يقدم المونولوجات ديالو في الاذاعه المصريه بمبلغ 4 جنيهات للمونولوج الواحد. وهاد المونولوجات كان كيألفهم ليه صاحبه ورفيق دربه ابو السعود الابياري. اسماعيل ياسين غادي تكون البدايه ديالو في مجال السينما في عام 1939، مني اختاروا المخرج فؤاد الجزائري باش يشارك في فيلم حلف الحبايب. ومن بعد غادي تكون هذه هي البدايه ديالو باش غادي يبدا يشارك في بزاف ديال الافلام السينمائيه. اسماعيل ياسين مثل اكثر من 150 فيلم على مدى المشوار ديالو الفني اللي كان كيقدم فيها ادوار ثانويه، لكن البدايه الفعليه ديالو واللي غادي يبدا يقدم فيها ادوار البطوله كانت في عام 1941، وغادي يشارك في فيلم مصنع الزوجات اللي كان من اخراج نيازي مصطفى وبطوله محمود ذو الفقار، كوكا ودولة أبيض وأنور وجدي. العام اللي من وراه يعني 1942 غادي يبان في 2 ديال الأفلام اللي هما علي بابا والأربعين حرامي اللي أدى فيه دور بلو، وفيلم قصير نمرة 6 والعمر 1 اللي أدى فيه اسماعيل ياسين دور شخصية النصاب، ولعب دور حسونة في فيلم أحب الغلط. وواصل اسماعيل ياسين الظهور ديالو على الشاشة العملاقة، بحيث في عام 1943 شارك البطولة مع أميرة نور الدين وسميرة خلوصي وإبراهيم حمودي في فيلم نداء القلب للمخرج عمر جميعي. وفي نفس العام غادي يبان في فيلم حب من السماء للمخرج عبد الفتاح حسن. اسماعيل ياسين غادي يشارك البطولة مع علي الكسار ومحمود المليجي ومحمود شكوكو في فيلم نور الدين والبحارة 3 للمخرج توجو المزراحي في عام 1944. اسماعيل ياسين تقاسم البطولة مع الفنانة تحية كاريوكا والفنان أنور وجدي والفنانة رجاء عبدو في فيلم ليلة حظ اللي كان المخرج ديالو هو عبد الفتاح حسن في عام 1945. اسماعيل ياسين غادي يقوم بالبطولة حتى مع الفنانة ليلى مراد، حيث في عام 1947 غادي يمثل معها في فيلم قلبي دليل اللي كان من الإخراج ديال أنور وجدي. اسماعيل ياسين شارك في العديد من الأفلام اللي لقات شعبية وجماهيرية كبيرة ماشي غير في مصر حتى في العالم العربي. المسار الفني ديال اسماعيل ياسين كان حافل بالأفلام السينمائية والتلفزية وبالمسلسلات
وحتى بالمسرحيات، بحيث أن رصيد الفني ديالو في المسرح وصل ل60 مسرحية. إسماعيل ياسين أسس فرقة مسرحية خاصة به بشراكة أو بتعاون مع أبو سعود الإبياري، قدم 60 عرض مسرحي. وواحد المرة كان خاصو يقدم عرض مونولوج قدام الملك فاروق، وفعلا مشى باش يقدم هذا العرض، وهو كيقدمه غادي يقول للملك فاروق بهذه العبارة: مرة كان في واحد مجنون زي حضرتك. إسماعيل ياسين من شاف القضية حامضة دار راسو غيب وطاح في الأرض وبقى مغيب باش يحاول يخرج من هاد الورطة اللي حط راسو فيها. وبهاد الواقعة الملك فاروق غادي يدخل إسماعيل ياسين مستشفى الأمراض العقلية مدة ديال 10 أيام كعقاب ليه. إسماعيل ياسين كان معروف بزاف بالعفوية ديالو، وكان انسان اللي في قلبه على لسانه وما كيفكرش قبل ما يهضر. وهذه المساله هذه سبات ليه بزاف ديال المتاعب في حياته المهنيه وحتى في حياته الشخصيه. اسماعيل ياسين كان كيقول بانه في حياته قدم افلام الثوره وعلى التجنيد وعلى العسكر باش يحبب الشعب في التجنيد وفي العسكر، بعضها بالرضا ديالو وبعضها بالزز منه. اسماعيل ياسين في الاواخر ديالو بدا كيعاني من التهميش وبدا كيتنسى، وهذا الشيء ما كانش بالصدفه. تعرض للتهميش وما بقاوش كيعيطوا ليه في الافلام والمسلسلات باش يخدم، حيتاش كان كيدير مونولوجات اللي اولا بعباره اخرى كان كيقلد شخصيات وكيجسدهم بواحد الشكل مضحك. اسماعيل ياسين في الفترة الأخيرة ديالو من حياته تراكمت عليه بزاف ديال الديون وما بقاش عنده مصدر ديال الدخل، بحيث ان تمنعت عليه التلفازه، ما بقاش كيمثل في التلفازه وما بقاش كيمثل حتى في السينما، وما بقاوش كيعيطوا ليه هو، وجابوا واحد الممثل اللي هو معروف فؤاد المهندس. اسماعيل ياسين مات بالحسرة ديالو ومات بالقهر لأنه ما تنصفش وما تعطاش حقه، وهو اللي عطى بزاف للسينما المصرية. اسماعيل ياسين كتروا عليه الكريديات بزاف وما بقاش عنده باش يخلص مصاريف ديالو المعيشة ديالو، وهذا الشيء غادي يدخله في حالة اكتئاب. نهار 24 ماي عام 1972 غادي تكون الوفاة ديال أعظم فنان كوميدي عرفوا تاريخ السينما المصرية. بعض المعلومات النادرة على اسماعيل ياسين كيقولوا بأن في الأردن تمنعت الأفلام ديالو بسبب أنه كان كيقلد الملك حسين. اسماعيل ياسين تزوج 3 ديال المرات وولد ولد واحد سماه ياسين اسماعيل ياسين، اللي تا هو ما خرجش من المعمعة وكان كيدير الإخراج، وتوفى في عام 2008. وكانت هذه قصة شخصية اليوم، الشخصية الكوميدية اللي ضحكاتنا احنا صغار، وانا براسي كنت مدمنة على الافلام ديالو وكنت كنتفرج بزاف فيه وكان كيعجبني وكان كيضحكني. كنتمنى تكون عجباتكم الحلقة ديال اليوم، وشكرا لكم على المتابعة، وما تنسوش كيف العادة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش يبقاو يوصلوكم الفيديوهات جديدة. ولا عجبتكم الحلقة ديروا لها لايك وخليوا شي تعليق زوين في حالكم، وبارطاجيوها مع اصحابكم مع احبابكم ومع الناس اللي كتعرفوا. شكرا لكم.